زي ما قلة الإدرار بتسبب مشاكل وأزمة عند الأم المرضعة. للأسف الأوفر سبلاي أو زيادة الإنتاج الحليب هو فعلا مشكلة حقيقية بتقابل بعض الأمهات. الأم دايما حاسة إن الثدي دايما مليان واللبن بينزل لوحده وبيبهدل هدومها. ممكن كمان البيبي بيشرق كتير، مش بيعرف يرضع، مش بيعرف يلتقم، وبالتالي هي بتواجه مشكلة حقيقية محتاج حلها. نفس الأم اللي بتواجه مشكلة في قلة الإدرار. طيب هو ليه أصلا في زيادة في الحليب عند الأم اللي عندها المشكلة ديت؟ يعني الزيادة ديت بتكون نتيجة إن اللبن بيتم إنتاجه بكمية أكبر من احتياج البيبي الموجود. ده بيخلي الحليب يتجمع بسرعة في الثدي وبينزل أسرع، وطبعا بيعمل مشكلة ويسبب مشكلة أثناء الرضاعة. طيب ايه أسباب بقى زيادة الحليب دي وزيادة فرط إنتاج الحليب عند الأمهات؟ لما بعض الأمهات في الأول بتستخدم بامب مزدوج، بعد ما البيبي يشبع تبتدي هي تستخدمه بكمية يعني بوقت طويل وبكذا مرة، خصوصا في أول الأسابيع من الولادة. البيبي يكون شبع وهي تبتدي تستخدم الشفاط بزيادة عن اللزوم، فبالتالي الجسم يفهم إنه كده أكن في توأم موجود في الأم دي عندها توأم يعني، وبالتالي بيزود الإنتاج الحليب تلقائي. لو في مشكلة إن الجسم لسه مش فاهم في الأول تنظيم العرض والطلب، بمعنى ان الجسم لسه مش فاهم الكمية اللي البيبي بيحتاجها كل مرة، وبالتالي يبتدي ينتج بزيادة من باب ان هو كده بيحمي الطفل من ان هو يجوع مثلا، فيبتدي لسه مش فاهم الكمية المحدودة اللي المفروض الجسم ينتجها وتكفي البيبي على قد احتياجه. وطبعا في بعض أمهات بتفرط في استخدام مضرات الحليب وكمان من غير استشارة طبيب. مع الرضاعة مع الشفط كلها بتكون عوامل بتؤدي إلى زيادة إضرار الحليب بزيادة بطريقة مزعجة، مش طريقة إيجابية للأسف. طيب إيه العلامات اللي تقول إن الأم دي عندها مشكلة زيادة حليب؟ هي بس مش يعني دي مشكلة حقيقية، مش مجرد لسه في الأول الجسم بيعتاد عليها. الفكرة هتلاقي ان هي اول حاجة في يعني الحليب بيرش زي ما بنقول كده، زي مجرد ما يبتدي الحليب يتجمع يبتدي ينزل رش كده يغرق وش البيبي ويغرق لبسها، والبيبي ممكن كمان بيشنق، البيبي مش بيعرف يلتقم اصلا. في بيبي تلاقي كأنه بيجري وهو بيرضع من كتر ما هو بيبلع بسرعة، لان في كمية حليب متجمعة في بقه كبيرة جدا. طبعا البيبي للأسف بيكون عنده مغص وغازات كتير لأنه هو مش بيشرب بانتظام، هو أكنه بيجري وبيشرب بيجري وبيشرب. هنلاقي ان البراز عند البيبي المامته عندها اوفر سبلاي بيكون لونه اخضر. ليه؟ لان كمية الحليب الفور ميلك عند الام اللي عندها دي اللي هي كمية الحليب البدائي الاولاني بتكون كبيرة، فالبيبي بيشبع بسرعة، ما بيلحقش يوصل للطبقة الدهنية أو الحليب الدهني اللي في آخر الثدي، وبالتالي البيبي بياخد أول الفور ميلك بس اللي هو الحليب الأول وبيشبع، فما بيلحقش فبينزل البراز لونه أخضر. طيب الأم بقى اللي عندها المشكلة دي تتصرف إزاي؟ أول حاجة هتستخدم وضعية رضاعة غير الوضعية المعتادة اللي هي البيبي نايم وهي بترضعه، هتخليه في وضعية الكوالا أو وضع اللي هو أكنه قاعد على رجل مامته، أو وضعية شبه مائلة 45 درجة. تاني حاجة المامي ترضع من ناحية واحدة من جهة واحدة لأكتر من جلسة رضاعة، بمعنى ترضع دلوقتي وبعد ساعة أو بعد ساعة ونص البيبي طلب ترضع من نفس الجهة، وبعدين مرة كمان تالتة ترضع من نفس الجهة، وبعدين تبتدي تنتقل للثدي الآخر. طيب المشكلة دي كبيرة والبيبي مش عارف يرضع، نعمل ايه؟ بنقول لها اعتصري جزء بسيط في الأول بعيد عن البيبي، وبعدين عشان الرش الجامدة أو الاندفاع الجامد بتاع الحليب يقل فما يضايقش البيبي، وبعدين نبتدي نرضع البيبي. وبعد ما نخلص مرتين 3 مثلا من نفس الجهة نبتدي نبدل الجهة الأخرى. تمام؟ طيب هنتجنب الأعشاب والمضرات الحليب.
بالعكس احنا ممكن لو الام عندها مشكلة كبيرة والبيبي عدى مثلا عمر الشهرين ولسه المشكلة دي قائمة وهي متضايقة، ممكن نقول لها اشربي كوباية من النعناع في اليوم او كوباية من المرمرية في اليوم، كوباية واحدة بس عشان الإدرار ما يقلش، وفي نفس الوقت هو يهدى شوية بحيث الأم تبتدي تعيش حياتها طبيعي من غير ما تكون بتعاني من مشكلة في زيادة الإدرار. هتستخدم المامي طريقة الضغط العكسي، اللي هو ان هي تستخدم السيزر هولد، ان هي اول ما تحس ان في، فاكرين لما كنت بقول لكم بلاش المامي اللي بترضع تستخدم السيزر هولد اللي هي طريقة المقص في مسكة الثدي، هنا بقى بنقول للمامي اللي عندها الاوفر سبلاي استخدمي المسكة دي اللي هي مسكة الصباعين والحلمة في النص كنوع من انواع غلق القنوات شوية وتهدئتها، بحيث ان نزول الحليب يكون اهدى شوية. نوقف ونرجع نحط الحلمة بين صباعيننا الاتنين وندوس دوسة بسيطة لورا بحيث ان احنا نقلل الاندفاع بتاع الحليب. كمان عايزة اقول لكم على حاجة، في بعض الحالات الاوفر سبلاي بتكون مشاكل هرمونية او اضطرابات في الغدة او ادوية معينة الام بتاخدها وهي مش واخدة بالها بتعمل الاوفر سبلاي، فلو في مشكلة كده يفضل ان احنا نعمل تحاليل ونتوجه لطبيب مختص يعمل لنا تحاليل ونشوف المشكلة بتبقى فين بالظبط. كمان الام اللي عندها اندفاع او اوفر سبلاي بنقول لها بلاش تستخدمي الشفاط، هي بتبقى معتقده ان هي لما بتفضي الحليب فهي كده يعني تستخدم الشفاط فتفضي الحليب اللي في صدرها فكده هي تمام والحليب بيقل. بالعكس انت كده بتقولي لجسمك انا محتاج زياده في الادرار وانا بستهلك كميه كبيره فيلا انتج لي تاني. فعشان كده المامي اللي عندها اوفر سبلاي في الملك زياده في الحليب بنقول لها انتي والشفاط مش اصحاب نهائي، الشفاط بنستخدمه لزيادة الادرار، فلما تبقي انتي عندك مشكلة وعندك زيادة في الادرار يفضل ما تستخدميش الشفاط، ولو هتستخدميه هنستخدمه اللي هو نشفط شوية في الاول بس عشان البيبي يقدر يرضع وعشان يعني نزول الحليب القوي ده يقل وما نكملش ما نفرغش بيه الثدي نهائي. وهرجع افكرك جربي ترضعي بكذا وضعية، ممكن تبقي قاعدة والبيبي عليكي اللي هي وضعية الاتكاء على الظهر، ممكن تخلي اللي هي وضعية وانت نايمة على السرير وضعية ان هو يبقى قاعد على رجليكي نص قاعدة. غيري وضعيات الرضاعة بطريقة تساعدك ان البيبي يرضع كويس. طبعا عندك مشكلة في زيادة الإدرار هتحتاجي تستخدمي البادز اللي بنجيبها حطيها جوه البرا علشان طبعا لو بتخرجي أو بتشتغلي ما يحصلكيش حوادث محرجة شوية. في الآخر عايزة أفكرك إن صحيح هي مشكلة شوية رخمة مش ألطف حاجة، ولكن هي بشوية حلول بسيطة نقدر إن احنا نفهم جسمنا إن هو يظبط إنتاجه ويظبط الانتاج يعني حسب احتياج الطفل بتاعي، والموضوع بيتحل بالتدريج وبالوقت متقلقيش، بس هو ظبطي شوية يعني امشي على شوية النصايح اللي قلناها في الفيديوز وان شاء الله الامور هتبقى احسن من الاول. مع السلامة.